refugees under British protection leave their quarters where terrorists have instituted the rule of law. Against all principles, the British government imposed the Balfour Declaration. بين قوات الطيران الباسلة. سنة 1917 تصدر الحكومة البريطانية وثيقة بتأكد فيها على دعمها الكامل لعمل وطن مخصص لليهود على الأراضي الفلسطينية، وده مع الحفاظ على الحقوق الكاملة للطوائف التانية على نفس الأرض. الوعد ده من الحكومة البريطانية كان هو السبب في عمل دولة الاحتلال سنة 48 ولحد النهاردة. بس تعرف مشكلة ما بدأتش من هنا، لا من وعد بلفور ولا حتى من الإنجليز. مشكلة بدأت من قبل كده بكتير. مشكلة بدأت من نابليون. في مارس سنة 1799 يحاصر نابليون مدينة عكا في فلسطين، ويوعد سكانها بحفظ أرواحهم بشرط تسليم المدينة بدون أي مقاومة. لكن بما إن نابليون ما كانش بيحافظ على عهوده، فأهالي عكا رفضوا تسليم المدينة أو أي شكل من أشكال التفاوض، وبمعاونة الجيش العثماني وبقوات من الجيش الإنجليزي يفشل نابليون فشل ذريع في إنه يخش المدينة دي. طب والحل عمله عمك قرش قبل كده لما حب يخش مدينة بابل. يجي صاحبنا في شهر ابريل ويصدر بيان بيخاطب فيه اليهود في كل حتة في العالم بانهم مضطهدين وشعبهم مشتت، وانهم لازم يبقى لهم وطن بيجمعهم زي بقية الامم التانية، وان الوطن ده هو وطن اجدادهم اللي اتسرق من مئات السنين، وانه مستعد باسم الحكومة الفرنسية انه يرجعهم تاني يسكنوا الاراضي دي من جديد. نابليون وقت ما استلم الحكم كان واخد باله كويس قوي من القروض اللي مدينها اليهود للحكومه الفرنسيه، وكان مدرك كويس قوي اهميه منطقه زي القدس بالنسبه للناس دي، فكان من الطبيعي انه يحاول يستفيد من كل ده. اليهود هيساعدوني ويمولوا التوسع بتاعي في الشرق، في نفس الوقت اللي هيبقوا شوكه في قلب المنطقه العربيه، في نفس ذات الوقت اللي يهود الشرق هيعملوا معايا زي ما عملوا مع قرش قبل كده لما وعدهم بالحمايه في مملكه العراق القديمه، وبالتالي لو عرفت اكسبهم هتزيد هيمنتي على المنطقه كلها على حساب بريطانيا. اللطيف برضه ان في الاخر محاولة نابليون فشلت، بالذات مع يهود الشرق اللي كانوا قلقانين من فرنسا وغدرها لدرجة انهم كانوا بيقاوموا مع اهالي عكا. وزي ما قلنا نابليون بيفشل فشل ذريع وبيرجع تاني على مصر ومنها على فرنسا، ورغم فشل خطابه مع يهود الشرق الا انه نجح مع يهود اوروبا واللي بدأوا بالفعل يتحركوا في الموضوع ده. من سنة 1799 ولحد 1840 فضل اليهود يفرقوا أكتر وأكتر عشان يحققوا الفكرة بتاعت نابليون، بس المرة دي بدل ما كان الموضوع بمباركة فرنسا دخل اليهود في حضن الإمبراطورية الإنجليزية، في نفس الوقت اللي محمد علي كان بيحاول يطلع من تحت عباية الدولة العثمانية ويستقل بحكم مصر، وكان بالفعل بدأ يكبر الرقعة اللي تحت سيطرته بإنه سيطر على أراضي الشام ومنطقة غرب الحجاز اللي هي شرق البحر الأحمر. لكن محاولته دي بتفشل بسبب اتحاد السلطان العثماني ضده هو وحكام أوروبا، وبتنتهي المفاوضات بإنهم خلوه مستقل بحكم مصر هي والسودان بمقتضى معاهدة لندن سنة 1840. بعد ما صاحبك رجع مصر وبالتحديد في يناير 41 يروح 2 من رؤساء الحركة الصهيونية لرئيس الوزراء البريطاني. الاثنين دول كانوا اللورد شافتسبري والبارون روتشيلد، واللي قالوا له صريحة كده: انت طردت محمد علي من منطقة جنوب شرق البحر المتوسط وبقت فاضية، احنا بقى عايزين نملاها. وطبعا لو ده حصل فانت عارف ان في 10 مليون يهودي في العالم هيبقوا منتمين بفلوس قصدي بقلوبهم للمملكة الإنجليزية. بس لو لأ أنت عارف يعني إحنا مش مجرد تجار تحف، إحنا فاتحين بيوت أوروبا كلها بالقروض بتاعتنا وبالبنوك. قلت إيه؟ هيرتزل رئيس الحركة الصهيونية العالمية اللي كانت بتنادي بوطن خاص لليهود كان بيقول إن فلسطين دي أرض بدون شعب في انتظار شعب بدون أرض. كان شايف إن المشكلة مش في موافقة الفلسطينيين، هم اصلا مش موجودين، مشكلتنا بس في تكاليف نقل اليهود واستخراج تاشيرات ليهم من الحكومه العثمانيه. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ وده ان دل على شيء فهيدل على ان لحد 1840 محدش من العرب اساسا كان فاهم ايه اللي بيحصل ده ولا كان مهتم اصلا. وقتها فعلا كان العرب مش مدركين لاي حاجه من اللي بتحصل، اساسا كان فيهم اللي مكفيهم. وده لان سنه 1830 فرنسا دخلت واحتلت الجزائر وضمت ليها بعدها تونس سنه 81. سنه 82 بقى مصر بقت تحت حكم الانجليز وانضمت بعدها السودان سنه 98. ايطاليا تخش ليبيا وفرنسا تضم المغرب، وكل ده والسلطان العثماني عجز عن حمايه اي رقعه من الاراضي دي، في نفس الوقت اللي اليهود بينفذوا هجرات مكثفه ناحيه الاراضي الفلسطينيه، واعدادهم اللي كانت لا تتخطى 2000 واحد وقت دعوه نابليون تخطت ال 40,000 نسمه سنه 1914، واللي بقوا بيمثلوا تقريبا 8% من السكان. لكن برضه لحد الفتره دي كان اليهود مجرد سكان عاديين لفلسطين، كانت لسه فلسطين، فاهم؟ وده لان السلطان عبد الحميد وقتها رفض ان هو يعترف بان فلسطين وطن خاص باليهود، لكنه ما منعش الهجره ليها. بدات الحرب العالميه الاولى، وقوات العالم كلها اتقسمت على جبهتين.
كانت الدولة العثمانية في جبهة منه، ويشاء القدر إن سنة 1918 تخسر القوات المركزية الحرب وتنهار الدولة العثمانية بالكامل، والتورتة تبتدي تتقسم. بدأت مفاوضات ترسيم الحدود تتعمل ما بين دول المحور وبعضها، مفاوضات اللي انتهت باتفاقية سايكس بيكو سنة 1916، ودي كانت اتفاقية سرية بين فرنسا والمملكة المتحدة وصدقت عليها روسيا وإيطاليا عشان يفصلوا الولايات العربية عن بعضها وبعض الولايات التركية ويبدأوا يقسموهم على بعض. عشان تفهم قصدي واهميه اتفاقيه زي كده، فحابب اقول لك ان الاتفاقيه دي هي السبب في شكل الخريطه اللي الشرق الاوسط بقى عليها دلوقتي، ويا ريت الاتفاقيه دي ادت الاستقلاليه للبلاد اللي احنا بنتكلم عليها، بالعكس دي حافظت اكتر واكتر على نظام الحمايه والوصايه الاستعماري، او زي يعني ما بنسميه الاحتلال. وبدل الدوله العثمانيه فاحنا اولى من الغريب. انجلترا مثلا خدت الاردن وفلسطين وجنوب العراق، وفرنسا خدت شمال العراق والشام وحته من تركيا. اما روسيا بقى فبرشطت على القسطنطينيه كلها وكام حته كده لازقين في تركيا. فما نقدرش نقول انها مجرد اتفاقيه لترسيم الحدود، دي كانت اتفاقيه توزيع لغنائم الحرب العالميه الاولى. فلسطين بعد الاتفاقيه دي وانهيار الدوله العثمانيه بقت مجرد مستعمره تحت الحمايه البريطانيه، ملهاش اهليه او شخصيه مستقله في المجتمع الدولي. حتى السلطان العثماني اللي كان هيشهم عنها خلاص زيها زي اخواتها. وتقريبا كده الفرصه جت لليهود عشان يتقدموا خطوه كمان في سبيل حلمهم. بريطانيا في الفترة دي تقريبا كانت في أقصى توسع ليها، مستعمرات على البحر الأحمر، مستعمرات على البحر المتوسط، مستعمرات على المحيط الهندي، ومستعمرات في أمريكا. حرفيا ما كانتش بتغيب عنها الشمس، لكن كانت دايما عندها مشكلة. المملكة المتحدة في الفترة دي كانت مديونة للبنوك بأرقام مستفزة، خصوصا خلال فترة الحرب العالمية الأولى، لدرجة إنها فضلت تسدد في الديون دي لحد من فترة قريبة. مش بس بريطانيا، ده كل الدول اللي دخلت الحرب دي. والبنوك دي بقى كانت مملوكة لمين؟ بالظبط غير كده وكده، أنت ناسي ولا إيه؟ إحنا لسه محتاجين نزرع كيان جوه الشرق عشان نضمن سيطرتنا على حساب المنافسين بتوعنا، مش نابليون قال كده؟ وفوق كده برضه كانت أجهزة الدولة السياسية والإدارية كلها مرشقة يهود من أعضاء الحركة الصهيونية، ومن ضمنهم كان البارون جيمس روتشيلد. روتشيلد قعد أكتر من 5 شهور بيتفاوض مع وزير الخارجية البريطاني أرثر بلفور على حق اليهود في وجود وطن خاص بيهم، والرقعة متحددة والشعب موجود، ناقص بس الاعتراف الدولي، والدفاتر دفاترنا والورق ورقنا. في نوفمبر 1917 تصدر وزارة الخارجية البريطانية بيان بتعبر فيه عن تعاطفها مع أماني وحق اليهود في وجود وطن بيجمعهم، وإن حكومة صاحب الجلالة هتعمل لهم كل اللي تقدر عليه عشان تضمن لهم الحق ده، وإنها هتعمل ده من غير ما تمس حقوق أي سكان من اللي عايشين على الأراضي دي. البيان ده صدر سنة 1917 واتعرف باسم وعد بلفور، أو وعد من لا يملك لمن لا يستحق. بعد احتلال القوات البريطانية لفلسطين من سنة 1917 ولحد نهاية الحرب العالمية الثانية كان عدد اليهود وصل لأكثر من نص مليون بني آدم، لكن ما كانتش دي المشكلة كانت هنا. حسب نص المادة السادسة من صك الانتداب البريطاني على فلسطين، فكان بيتم تسهيل تسليم الأراضي اللي ملهاش صحاب لليهود هي والأراضي التابعة للحكومة، غير طبعا نظام تجنيس المهاجرين اليهود واعتبارهم مواطنين فلسطينيين. كان اليهود على مدار ال30 سنة دول ولحد سنة 48 بيحاولوا بشتى الطرق إن هم يسيطروا على أكبر كمية من الأراضي يقدروا عليها. وحسب كلام الدكتور أكرم حجازي عن الفترة دي، فأكتر من 70% من الأراضي الفلسطينية في الوقت ده ما كانش ليها أصحاب، صحراء. وكانت الشروط اللي الحكومة حطها للفلسطينيين عشان يتملكوا الأراضي دي أصعب من إن معظم الناس تقدر عليها، فاغلب الفلاحين بقوا عاجزين عن شراء الاراضي دي او حتى تاجيرها، خصوصا بعد قانون تمليك الاجانب والمجنسين اللي صدر بعد 1918. ومن هنا بالظبط بدأت اللعنة. بدأت الأسر صاحبة رأس المال والنفوذ بإنها تتملك كتير من الأراضي في فلسطين، بقت عزب من الآخر، وقت ما يحبوا كانوا بيأجروا للفلاحين، ووقت برضه ما يحبوا كانوا بيبيعوها. المشكلة ان الأسر دي ما كانوش فلسطينيين أصلا وما كانش ليهم أي انتماء للأراضي دي، والمشكلة الأكبر ان أسعار الأراضي دي كانت رايحة في داهية، وده لأن اليهود كانوا دايما بيدفعوا أكتر، فما كانش الفلسطينيين بيقدروا يشتروا الأراضي بالأسعار اللي محطوط عليها دي، في نفس الوقت اللي فيه غيرهم بيدفع عادي. والعائلات اليهودية المجنسة ما فيش أكتر منها كانت بتشتري الأراضي دي من الحكومة ومن العائلات التانية اللي احنا لسه قايلين عليها. فلك ان تتخيل بقى أسر كاثوليكية زي عائلة سرسك اللبنانية مثلا كانت من أكتر العائلات اللي باعت أراضي لليهود في الفترة دي، أراضي توصل ل 240,000 دونم او نقدر نقول 240 كيلومتر مربع. تخيل اسره واحده تبيع 240 كيلومتر مربع من ضمن عشرات الاسر التانية اللي بتبيع، واللي اصلا معظمهم كانوا لبنانيين اردنيين واتراك. كمان اغلب الفلسطينيين اللي تخلوا فعلا عن ممتلكاتهم كانوا غرقانين في الديون، وبيوتهم واراضيهم اللي تخلوا عنها دي كانت رهن للديون اللي كانت في رقبتهم. واللي ما كانش بيبيع او بيتداين كان بيكتشف ان في مستعمره يهوديه بتتبني من كل حته حواليه، وده يفسر مثلا ظاهره زي ظاهره عرب 48. يفضل الحال بالشكل ده من شراء لاستيلاء لبلطجه لحد ما بقت الخريطه بالشكل اللي انت شايفه. مستعمرات زي ادوميم، ارائيل، وديعين، غير طبعا الجامعه العبريه اللي افتتحها بلفور سنه 1925 وغيرهم كتير.
ويا ريتها جت على قد كده. دول كمان بداوا يجهزوا ميليشيات مدربه عشان يدافعوا عن المستعمرات دي، وكمان يسيطروا على المناطق اللي ما اتباعتش بالذوق. كان من ضمن اشهر الميليشيات دي منظمه الارجون، اللي الانجليز نفسهم قالوا عليها منظمه ارهابيه. ده غير طبعا منظمه الهجنه اللي تعتبر هي نواه جيش الاحتلال الموجود دلوقتي. كل الحاجات اللي انا عمال احكيها لك دي وما زال الزعماء العرب والحكام بيتفاوضوا مع الانجليز. بقينا سنه 36 ولسه بنتفاوض معاهم، لكن الصبر حدود. وده لان سنه 36 قامت واحده من اعنف الثورات في تاريخ فلسطين، واللي بيسموها الثوره الكبرى او الثوره العربيه في فلسطين. الثوره اللي وصفها خليل السكاكيني بانها معركه حياه او موت. طيب الدوشه دي بدات ازاي؟ الراجل اللي انت شايف صورته ده هو الشيخ عز الدين القسام، اللي كان شايف اننا بقالنا اكتر من 20 سنه بنتفاوض من غير اي فايده، ومن الاخر كده الكلام ما بقاش له اي لازمه. وده اللي خلاه يشكل وحدات عسكريه مدربه ومعاديه للصهاينه والانجليز في منطقه حيفا. وفي نوفمبر سنه 1935 اتحاصر في قريه نزله الشيخ زيد واستشهد هو وثلاثه كمان من زمايله. الامر اللي اثار غضب واحتقان في نفوس الفلسطينيين وقتها، وقوم الثوره في ابريل سنه 1936. واللي بدا الثوره وقتها كانت حاجه اسمها اللجنه العربيه العليا، ودي كانت اتحاد للفصائل الثوريه اللي كانت موجوده وقتها في فلسطين تحت قياده امين الحسيني مفتي القدس والسياسي امين المشاشين. اللجنه دي هي ولجنه الجهاد المركزيه كانت في مواجهه القوات الانجليزيه وقوات الهجنه والارجون اللي احنا لسه متكلمين عنهم من شويه. ما اكدبش عليك يعني، هو في الاول كانت الثوره بدات تجيب نتيجه والانجليز كانوا بداوا يقدموا شويه تنازلات. The Arabs who decided on a general and a complete strike until the total and immediate stoppage of Jewish immigration is brought about and until the government introduces an essential change in its present policy. لكن للاسف الثوره دي اتقمعت بالكامل وتعادم نص الرواد بتوعها والنص التاني اتنفى. وانتهت الثوره دي بحل اللجنه العربيه العليا، وكمان بمقترح بريطاني بتقسيم فلسطين هكلمك عنه بعد شويه. ورجعت عمليه تنميه المستعمرات اليهوديه وتمويل قواتها اكتر من الاول. وفوق كده منظمه الارجون بدات تنفذ عمليات ارهابيه مات فيها عشرات الفلسطينيين العزل وبدون اي سبب. سنة 1944 تعقد المنظمة الصهيونية مؤتمر في لندن بتطالب فيه بضرورة تحرير الشعب اليهودي من العباية الإنجليزية، وإنهم لازم يأسسوا وطن مستقل. متشكرين يا جماعة، كتر خيركم لحد كده. في نفس السنة يعلن الرئيس الأمريكي عن دعمه لحق اليهود في عمل وطن خاص بيه. طبعا انت فهمت دلوقتي هما كانوا بيعملوا ايه؟ لا شكلك لسه ما فهمتش. عشان تفهمني اكتر، فقوات الارجون بدات تنفذ هجمات ارهابيه على الجيش الانجليزي، وده اللي خلى القوات البريطانيه تنسحب من فلسطين خالص في مايو سنه 47. بعد التصديق على ميثاق الامم المتحده سنه 45 بدات معظم الدول الاستعماريه تنسحب من المستعمرات اللي هي كانت محتلها، ومن ضمنهم كانت بريطانيا. وطبعا كانت من ضمن الاراضي اللي سابتها بريطانيا اراضي فلسطين، هي كده كانت ماشيه اصلا، لكن انسحابها ده كان مسبب مشكله. ازاي اليهود والفلسطينيين هيعيشوا سوا على الارض دي بعد ما انسحبت السلطه السياسيه؟ فاجتمعت الجمعيه العامه للامم المتحده في نوفمبر 1948 وانتهى القرار بتاعها بتقسيم فلسطين لثلاث اجزاء. الجزء الاول واللي بيمثل 56% من الاراضي هيكون بتاع اليهود، دول هيسموها اسرائيل، و43% هنعتبرهم دوله العرب وممكن ندمجها في الاردن. اما عن ال1% اللي فاضله فدي هتبقى منطقه القدس، ودي عشان منطقه نزاع ما بينهم هنخليها اقليم دولي تحت حمايه الامم المتحده. طبعا الكلام ده ما عجبش غير اليهود اللي بداوا يحتفلوا بالانجاز ده، لكن العرب كانت اعصابهم بتشيط، خصوصا بعد حملات التطهير العرقي وعمليات الاغتيال اللي كانت قوات الارجون بتعملها للفلسطينيين في الاراضي اللي اتقسمت ليهم، اللي هو حتى الاراضي اللي سيبناها لكم مش هنسيبها لكم. وده خلى جامعه الدول العربيه تعمل اجتماع طارئ استقرت في نهايته على اعلان الحرب على الكيان المحتل. وكانت من اهم الدول اللي بدات تحشد قواتها للمعركه دي مصر، الأردن، العراق وسوريا ولبنان، واللي وصل تعدادهم تقريبا ل 60,000 مقاتل. كل دول كانوا في مواجهة قوات الإرجون والهجنة والأقليات الدرزية ومتطوعين من السوفيت، واللي وصل تعدادهم تقريبا ل 120,000 مقاتل في نهاية الحرب. وبالرغم من كون الجيش المصري وقتها كان هو أكبر جيش في المعركة دي، إلا إنه كان عنده مشاكل كتير جدا في التنظيم والمعدات. المشكلة إن مش الجيش المصري بس اللي ما كانش مستعد، تقريبا كل الجيوش العربية في الحرب دي كانت غير مستعدة. بالرغم من كده يعني فالجيوش دي كانت عاملة شغل كويس، اصلا بتحارب شويه عصابات فاهم، وقدرت تسيطر على قرى زي المالكيه، سمخ، وتحاصر مستعمرات زي مسده، مريم وغيرهم كتير. وده اللي خلى مجلس الامن للامم المتحده يصدر امر بعمل هدنه لمده 4 اسابيع. وحسب كلام عبد الوهاب المسيري في خلال فتره ال4 اسابيع دي ازدادت الاعداد في جبهه اليهود بنسبه توصل للضعف، ده غير طبعا السلاح والذخيره اللي بدات تتزود بيها القوات دي. وده خلى الكفه تتقلب بمجرد انتهاء الهدنه. بعد انتهاء الهدنه بدا الجيش المصري والعراقي بان هم يكملوا القتال، وما نقدرش نقول برضه ان بعد الهدنه ادائهم بقى سيء، لكن للاسف تنتهي المعارك دي بحصار العصابات الصهيونيه للجيش المصري في منطقه الفلوجه، في نفس الوقت اللي الجيش العراقي كان واخد امر بالانسحاب من القياده في بغداد. وده تسبب في نهايه الحرب وهزيمه الجانب العربي، وفوق كده كمان اعترافه بدوله اسرائيل ما عدا العراق يعني، وتبقى اسرائيل على الورق دوله مستقله وصاحبه سياده. Out of the fact that they have been outnumbered by the Arabs and the Arabs have come
much better equipped with heavy arms than the Jews have in their possession. The reason is a simple one. Jews who are fighting in Palestine, the state of Israel, are fighting for the only thing that they have in their possession. It means life or death to them. Arabs who are invading Palestine from the Arab states have not that vital interest. بعد نهاية الحرب في مارس سنة 49 تسيطر القوات الإسرائيلية على فلسطين كلها ما عدا 3 مناطق، الضفة الغربية ودي بقت تحت سيطرة الأردن، وقطاع غزة اللي بقى تحت سيطرة المملكة المصرية، ويستمر الوضع كده لحد سنة 67. في الفترة اللي ما بين حرب 48 ل 67 اتحولت قوات الهجنة من كونها مجرد منظمة مسلحة على الأراضي الفلسطينية لأنها تكون الجيش الوطني الرسمي للكيان المحتل. في نفس الوقت اللي الصهاينة كانوا بدأوا يفكروا بجدية في خطوتهم اللي بعد كده. احنا دلوقتي عملنا اللي احنا عايزينه، بقى لنا دولة، خلصنا من الانجليز ومعانا حمايه امريكيه، بس يعني قطاع غزه اللي لازق فينا ده مضايقنا. بعد اللي حصل في حرب 48 والعدوان الثلاثي اللي حصل في 56 بقى الصهاينه متاكدين ان هجوم الجيش المصري عليهم مجرد مساله وقت، ومش بس هو ده الجيش العراقي والجيش الاردني كمان، ومن الاخر كده لازم نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا. ففي شهر يوليو سنه 67 يبدا الجيش الاسرائيلي يهاجم منطقه قطاع غزه ومعها سيناء، في نفس الوقت اللي كان سيطر فيها على منطقه الضفه الغربيه التابعه للاردن ومنطقه الجولان التابعة لسوريا. يلا بالمرة، كل ده خلال 6 أيام بس. الشيء اللي كان مفاجئ بشكل كبير للجيوش العربية لدرجة إنها خسرت 70% من العتاد بتاعها، ومات منها تقريبا أكتر من 20,000 مقاتل، وبقت الخريطة الإسرائيلية بالمنظر ده. حالة من اليأس والخزي دبت في نفوس الشعوب العربية كلها بحكوماتها، سببت في طرد أكتر من 300,000 فلسطيني للأردن، غير محاولاتهم لرفع عدد اليهود المستوطنين للأراضي الفلسطينية من 3 مليون ل 5 مليون. الفلوس زي الرز جاية من كل حتة في أوروبا للكيان المحتل، ما عدا السوفييت يعني. لا والله يعني مش نظافة منهم ولا حاجة، بس أنا ليه أدعم مستعمرة أمريكية موجودة في الشارع؟ هي اللعبة كده، أنت أول مرة تعرفهم يعني؟ لحد ما في أكتوبر سنة 1973 يتحرك الجيش المصري بالتنسيق مع الجيش السوري ويشنوا أول هجمة. الجيش المصري مثلا كان هدفه إنه يعدي الضفة الغربية ويسيطر على منطقة سيناء، أما الجيش السوري فكان هدفه هضبة الجولان. ومن غير ما نخش في تفاصيل كتير فالجيش المصري فعلا نجح إن هو يعدي الضفة الغربية ويسيطر على منطقة سيناء، وكمان كان على وشك إن هو يخش قطاع غزة. أما على الجيش السوري فللأسف ما قدرش إن هو يسيطر على منطقة الجولان، ويبدأ صراع الدعم العسكري للجيوش دي بين الأمريكان والسوفييت. الأمريكان يمولوا الصهاينة والسوفييت يمولوا الجيش المصري والجيش السوري. تنتهي الحرب بفشل الجيش المصري في ان هو يستعيد قطاع غزة، في نفس الوقت اللي الجيش السوري فشل برضه في انه يستعيد هضبة الجولان. ومن وقتها والحرب الباردة شغالة بين الكيان الصهيوني والدول العربية، لكن حرب الصمود والمقاومة ما وقفتش في فلسطين لحد تصوير الحلقة دي. احياء زي البقعة، القطمون، الحي اليوناني ولحد حي الشيخ جراح كلها احياء تم وبيتم تهويدها وتحويلها للمستعمرات بقوة السلاح، ومفيش اي حد من بره بيتكلم. بس لحظة كده، خدت بالك ان كل المستعمرات اللي انا بقول لك عليها دي محاوطه منطقه القدس؟ اقصد يعني انتوا مسيطرين على البلد كلها، بس يعني منطقه القدس دي ما كانتش محاطه بمستعمرات يهوديه. انتوا عاوزين تحاوطوا القدس بمستعمرات يهوديه ليه؟ من سنه 73 ولحد اللحظه دي نقدر نقول ان فلسطين بقت بالشكل ده. الرقعة كلها زي ما انت شايف بيحكمها الصهاينة. اما عن التقسيم الديموغرافي للسكان فالمستعمرات اللي بيسكنها اليهود بتمثل اكتر من 95% من الارض، بيشاركهم فيها عرب 48 اللي المستعمرات دي اتبنت حواليهم. اما عن المنطقة اللي بيسكنها الفلسطينيين فبتمثل اقل من 5% من مساحة الارض، وبرضه بيشاركهم فيها يهود. وهي دي المشكلة، لو انت شخص اول مرة تدخل الاراضي الفلسطينية فانت مش هتقدر تتعرف على اليهود الا اذا كانوا ملتزمين بالزي الرسمي بتاعهم، غير كده كله شبه بعض. وهي دي الفكره، هو عايز يندمج معاك، عايزك تعترف بوجوده، تقول انها ارضه، تهتم باعياده ومناسباته حتى لو هتدعي عليه في الايام دي، من الاخر كده تحسسه انه موجود. وعشان كده هتلاحظ ان اغلب الفلسطينيين ما بياخدوش بالهم مثلا من عيد زي العرش لما بيدخل، في نفس الوقت اللي اليهود بيبقوا عارفين كويس قوي امتى ميعاد دخول رمضان او عيد زي الاضحى مثلا. وده مش جهل من الفلسطينيين، لكنهم بيفضلوا ان هم يحسسوا اليهود انهم غير مهمين او حتى انهم مش موجودين. هتلاقي رياضيين كتير بينسحبوا من المنافسات الدوليه لو ظهر فيها اسم اسرائيل. دي بالنسبه لليهود مؤلمه اكتر من الخساره، اني مش بس مش متقبلك، ده انا اصلا مش معترف بيه. او زي ما قال الشاعر: اصبر على حسد الحسود فان صبرك قاتله، فالنار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله. قضيه فلسطين مش مجرد قضيه قوميه او دينيه على حته ارض بيقدسها العرب، احنا مش بنتخانق على شويه تراب. قضيه فلسطين هي صراع حريه وحق وسيطرة على الشرق الأوسط كله بأكتر من نص مليار بني آدم عايشين عليه، وصراع بين الدول العظمى على مين هيقدر ينفذ السيطرة دي، وحق منتهك لأكتر من 10 مليون فلسطيني مش قادرين يعيشوا حياة طبيعية. وضيف عليهم حقنا كمسلمين أو حتى مسيحيين في أرضنا المقدسة اللي بتنتهك كل يوم بدعوى حماية السماية.
فلحد ما يجي اليوم اللي نسمعهم فيه بيقولوا تاني إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، هنفضل غير معترفين بيهم كدولة حقيقية، وهيفضلوا في نظرنا كيان محتل عايش عليه شوية حرامية ومجرمين، كيان بدأ العد التنازلي لنهايته حسب آراء سياسيين كتير. الموضوع مسألة وقت، ولحد ما ده يحصل أنا عمرو جميل وده على الورق. السلام عليكم.